بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إن شاء الله هنتكلم فيديو جديد على قناة وديني على اليوتيوب. محتوى الفيديو بيقول إزاي تلم الأجرة في مصر. إزاي تلم الأجرة في مصر؟ طبعا قبل ما ندخل في التفاصيل نتمنى إنك تشترك معنا في القناة وتفعل الجرس ليصلك كل جديد، واكتب لنا في التعليقات لو عايز تروح مكان معين، ولو عجبك الفيديو اضغط لايك تشجيعا لاستمرار المحتوى. أهم الأفكار في الفيديو: أول حاجة إيه هي أو إيه معنى الأجرة؟ 2 ليه الناس بتتلخبط في الأجرة؟ 3 إزاي تلم الأجرة بسهولة؟ رابع حاجة نصائح القناة. طيب، 1. مفهوم الأجرة. إيه هي الأجرة؟ الأجرة مبلغ مادي أو مبلغ من المال مقابل ركوب سيارة أجرة من مكان إلى مكان آخر. طبعا بتبقى وسيلة مواصلات جماعية لجميع أطياف الشعب، الموظف والطالب واللي رايح مشوار وهكذا. طبعا يعني تتشهر لأنها سعرها زهيد مقابل المادي للمواصلات الخاصة الأخرى. أشهر وسائل المواصلات الجماعية مثل الميكروباص، السيرفيز، والأتوبيس، والعربية الثمانية السوزوكي. رقم 2، بتسقط أو ليه الناس بتسقط في الحساب في لم الأجرة؟ ليه الناس بتسقط في الحساب في لم الأجرة؟ طبعا عندنا أسباب كتير. أول حاجة عدم وجود تباع مع السواق، وغالبا بيبقى طفل صغير كده بس مهمته إن هو يلم الأجرة، فبيبقى متفرغ إن هو يلم الأجرة من الناس. والسواق إن هو بيهتم بالقيادة. رقم 2، عدم وجود اشتراك أو كارنيه معين، بل وعدم وجود قيمة ثابتة مثلا مبلغ معين، بتختلف من مكان معين من وسيلة لأخرى. 3، عدم وجود نظام معين، وعدم وجود تعاون بين الركاب مع بعضهم البعض. كل واحد عايز يركب الميكروباص، عايز ينام او عايز يفتح التليفون، ملوش دعوه بلم الاجره ولا وش الدماغ. رابع حاجه، الناس مش مجهزه قيمه الاجره فكه، اللي عايز يفك 200 واللي عايز يفك 100، والسواق طبعا مش معاه فكه. طبعا في حاجه تانية برضو، في ناس عايزه تهرب من دفع الاجره، فبيعمد ان هو يعمل لخبطه في الاجره بحيث ما يدفعش في الضغط والزيطه، وفي واحد غلبان هيشيل الليله. طيب، رقم 3، ازاي تلم الأجرة بسهولة وروجان بسهولة خالص جدا. بص يا زميلي، أول حاجة أنت هتشوف مكانك فين في العربية. لو أنت راكب قدام مع السواق أنت كده براءة، ولو أنت راكب في آخر كرسي ورا أنت كده برضه براءة. تمام. أما لو أنت داخل المعجنة جوه فأنت كده غالبا هتقع في الشبكة. طبعا لو أنت راكب في كرسي اللي ورا السواق، أو راكب في كرسي اللي وراه، وحد قالك خد واحد من 200، قول مفيش مشكله، بس استاذنك كل كرسي يلم مع بعضه. يعني بصوت عالي كده يا جماعه، كل كرسي يلم مع بعضه، هتسهل على الكيس. كل كرسي هيلم مع بعضه، اللي قدام هيوصل قدام، بقى الموضوع بسيط جدا. تمام. لو احتجت فكه ما لقيتش فكه، يعني بقول بصوت عالي كده يا جماعه لو حد معاه فكه، غالبا تبقى فكه بسيطه يعني، او فك حاجه صحيحه يعني. بيبقى في ناس معاها فكه، لو شجعتها وقلت له عايزين فكه مش هيتاخروا عنك. لو او قول للسواق برضه عايزين فكه، بس في الاخر خالص بعد من الاجره. لو لقيت حد متورط وتايه، مش مشكله يعني تشغل دماغك معاه وتساعده. احسب اجرتك قبل ما تلم العربيه. يعني مثلا لو الاجره، فنفترض مثلا العربيه 12 او 12 فرد، وقيمه الاجره 8 جنيه. تمام. هتضرب 8 في ال 12 هيديك مثلا 96، يبقى انت عرفت قيمه العربيه 96 جنيه، يبقى انت بتلم 96 جنيه. تمام. او قسمها، كل كرسي يبقى الكرسي عليه كذا. تمام. 24 مثلا، يبقى هكذا الموضوع سهل عليك. لو اتلخبطت خالص ابعت للسواق الاجمالي وقول له العربيه يا اسطى اهي، وابعت لنا الباقي. تمام. كده برضو انت سهلت عليك. اخر حاجه نصائح للقناه. اول حاجه، لو راكب في اتوبيس كبير او سيرفيس، اوعى تجازف وتلم الاجره، لان غالبا بيبقى الدفع عند النزول، وممكن حد يزوق او حاجه فتلبس انت يا معلم. المشكله مش ان انت تدفع، المشكله انك تتغفل، واحنا مش بتوع تغفيل. تأكد تماما لو انت ما لميتش الاجره او ما وقفتش وسندت في الموضوع، هتلاقي نفسك دخلت في الموضوع غصب عنك اجباري. 3، اوعى تجازف وتلم الاجره بدون معرفه قيمه الاجره. يعني تسال بصوت عالي السواق الاجره كام يا اسطى، السواق هيرد عليك، يبقى الناس كلها سمعت، علشان بس الاسعار متغيره، والتذكره الاجره ممكن تزيد ممكن تقل، فانت تبقى عارف انت لميت على كام. لو انت نازل قريب اوعى تلم الاجره، علشان غالبا هيطلعوك حرامي. ولو انت نازل بعيد ما تدفعش الاجره بدري، ما تسالش خالص، لما السواق يسال يبقى اسال، عشان للاسف في سواقين بيستغلوا انك نازل متاخر او راكب لوحدك مثلا وراح مشوار، فيقول لك انزل هنا وخد باقي فلوسك ايه واركب. طبعا للاسف دي حاجه مقززه جدا وحاجه مش كويسه. نتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو، ولو عجبكم الفيديو اضغطوا لايك
واكتبوا لنا في التعليقات لو عايز تروح مكان معين أو لو عندك نصيحة معينة، واشترك وفعل الجرس ليصلك كل جديد. مع وديني أنت في أمان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.